انياب العيون هو عنوان العمل الذي أنا اشتغلت عليه في لمشاركة هذا المعرض. الإلهام يعني من مجموعة قصص الكاتبة فاطمة المزروري بعنوان وجه أرملة فاتنة، مع أن هي تحكي قصة أو معاناة هذه الأرملة الجميلة التي تعيش في مجتمع يحكم بأعين، هي الحكم وهي الجلاد. وجدت في الفولاذ أقرب إلى قوة المرأة القوية التي ما يهمها حلورات، ما تهمها الآراء. وعملت هذا العمل اللي يعني يراوي هذه المرأة داخل عاصفة من الأعين، وهي غير مبالية وتستمر في حياتها لأن هي عارفة أنها هي صح. خارج النص الحلو فيك في هذا المعرض أن يعني أنا أعتبر أن كل هذه الأساليب إبداعية، إذا كانت أدب أو إذا كانت فن تشكيلي أو إذا كانت موسيقى أو قصيدة أو غيرها، تخلق شيء جديد، يعني تخلق نتيجة جديدة. صالون الانتقال الأدبي ما ننسى أن هذه مبادرة خاصة، يعني بالإنجليزي grassroots. هذه ناس تهمهم الحركة الفنية والثقافية في دولة الإمارات، من يعني من تكسيس إلى أن تصل إلى ما هي عليها الآن. واليوم نحن نحتفل ب30 سنة، 30 سنة من دعم للفنانين، من عرض أعمالهم، من الاحتفال بإنجازاتهم.